إقليم سيدي قاسم وعملية إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه الفيضانات بجامعة دار القداري بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير. تمت عملية التدخل على مستوى دوار العسكرية حيث غمرت السيول المنطقة، ما جعل وصول فرق الإنقاذ عبر المسالك البرية مستحيلة بسبب قوة التيار المائي. مروحيات الدرك الملكي. باشرت السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية عملية إجلاء سكان دوار سوالم، وذلك في إطار تدابير الوقائية الرامية إلى ضمان سلامة الساكنة على خلفية الارتفاع الملحوظ في منسوب الوديان المحيطة بالمنطقة. وقد جرى نقل الساكنة القاطنة بالمناطق المهددة بالفيضانات إلى مراكز إيواء آمنة ومجهزة مع توفير الرعاية الضرورية لهم. والصورة التي نتابعها تظهر حجم التعبئة الميدانية، حيث فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية تباشر عمليات الإجلاء عبر مسالك مغمورة بالمياه في تنسيق لتأمين خروج السكان دون تسجيل حوادث. وتأتي هذه العملية في ظل استمرار التساقطات المطرية التي تعرفها عدد من مناطق المملكة، ما استدعى رفع مستوى اليقظة واتخاذ إجراءات استباقية للحد من مخاطر الفيضانات. وفي جديد أحوال الطقس، وفي ظل أجواء تطبعها الأمطار القوية بمختلف ربوع المملكة، المديرية العامة للأرصاد الجوية وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة أحمر تتوقع تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها بين 100 و150 ملم بإقليمي شفشاون وتطوان إلى حدود 11 ليلا من هذا اليوم، بينما ستتراوح الأمطار بين 60 إلى 100 ملم بكل من المضيق، الفنيدق وطنجة أصيلة بوزان والعرائش والفحص أنجرة، أيضا بالحسيمة وتمنات. وبخصوص الثلوج ابتداء من مرتفعات 1600 متر ستتراوح مقاييسها بين 10 و30 سنتيمترا. وعبر المملكة طقس ماطر وتساقطات هامة بعدد من المناطق خاصة شمال المملكة. وخلال 24 ساعة الأخيرة تصدر إقليم شفشاون لائحة مقاييس التساقطات المطرية ب 67 ملم، متبوعا بطنجة 61 ملم.